كبير خاصة مع المهاجم ديلور الذي أعتقد أنه لا يناسب خطط جمال بالماضي ولا يناسب التكتيك الحديث لكرة القدم. المهاجم لازم يرجع ويبني اللعب، وهذا ما تمكن منه بغداد بونجاح اللي أعتبره أفضل مهاجم يناسب خطط بالماضي. مهاجم متحرك يقلق الدفاع، يفتح المساحات للأجنحة. دخول بوعناني على الجهة اليمنى وتغيير مركز رياض محرز إلى رقم 10 ودخول شعيبي في وسط الميدان، خطة هجومية كوتشينج ممتاز جدا من جمال بالماضي. تحية كبيرة للمدرب جمال بالماضي، وأنا متفائل جدا بمستقبل المنتخب الوطني خاصة مع الشباب. بوعناني إضافة كبيرة للمنتخب الوطني، وخاصة أن هذا اللاعب رفض دعوة المنتخب الفرنسي الأولمبي، وهذا لم يحدث منذ عهد رياض بودبوز، اللاعب الوحيد اللي رفض دعوة المنتخب الفرنسي لأجل المنتخب الجزائري. ننتظروا حسام عوار إن شاء الله يرجع يلقى فريق ويرجع للمنتخب الوطني، راح يكون فريق متكامل باذن الله. نقطة ملاحظة وحيدة، لازم نبحث على حارس مرمى. الجزائر الان لا تملك حارس مرمى، خاصة مع رحيل مبولحي اللي كان الشجرة الثمرة اللي تغطي الشجرة. الحارس ماندريا والحارس اوكيجا ليسوا بمستوى منتخب